السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ ويا رب تكونوا جميعًا بألف خير. الكينج بتاع عزومات رمضان وبتاع فطار رمضان، المكرونة بالبشاميل، ويا سلام بقى لو كانت كريمي وحلوة كده وغرقانة في صوص البشاميل. في ناس كتير بتعملها بتبقى عاملة زي المهلبية كده بتبقى تقيلة، وفي ناس بتعملها بتبقى بتتشرب البشاميل كله وبتتفتت وما يبقاش حلو. طب إيه تكاتها بقى؟ يلا تعالوا نشوف. النهارده هنعملها بالفراخ، جبنا حبة زبدة شوحنا فيهم مكعبات فراخ صدور، وحطيت عليهم بصلاية كده حلوة، ونزلت عليهم بالفلفل الأخضر بتاعي. في ناس بتحط طماطم، أنا مفضلش إن أنا أحط طماطم، وحطيت ملح وفلفل وشوية سبع بهارات وقلبتهم وشوحتهم لغاية لما خدوا اللون الذهبي معايا، وكنت الناحية التانية بسلق المكرونة. طبعًا إحنا عارفين سلق المكرونة بيكون إيه، مسلوقش بنسبة 100%، هي يا دوب 50% بس، وتكمّل سواها في البشاميل، وبنحطها في مَيّة وملح. طبعًا كلنا عارفين الطريقة دي. لمّا المَيّة بتغلي بانزّل المكرونة بتاعتي تستوي بنسبة 50% أو نُص سلقة، وأبدأ إن أنا أصفّيها. هنا بقى جِبت إيه، 4 معالق زبدة، 4 معالق زبدة هاحط عليهم 4 معالق دقيق، تمام. يبقى 4 معالق زبدة حطيت عليهم 4 معالق دقيق كبار، وهاقلّبهم، يعني بمُعدّل كل معلقة دقيق تاخد معلقة زبدة. دوّة طبعًا لازم يا جماعة يتعمل باللبن البلدي، اللبن المبستر مش هيدّيكِ نتيجة حلوة خالص. طب ليه؟ لإن اللبن البلدي بتاعنا فيه قشطة ونسبة الدسم فيه أعلى، فبيدّيك القوام الكريمي اللي إحنا بنحبه. أنا غالية اللبن من امبارح علشان يعمل معايا طبقة القشطة، وابدأ إن أنا أنزل بيه إيه، على الدقيق بعد ما شوّحته شوية في الزبدة وأقلّبه. الناس بقى اللي بتحط البيضاية على الوش، البيضاية ما بتتحطش على الوش خالص، البيضاية بتتحط في البشاميل وهو بيتعمل علشان تدّي له طعم حلو ويبقى مغذي أكتر. لو اتحطت على وش الصينية بتعمل طبقة زجاجية مش حلوة خالص، وما بتبقاش لطيفة وبتبقى ناشفة، بصراحة ما بتبقاش حلوة خالص. جِبت معايا بقى كوباية كريمة لبّاني، الكريمة اللبّاني السوري بتتباع عند أي محل من بتوع إخواتنا السوريين، النُص كيلو أو الإزازة نُص كيلو ب30 جنيه، حلوة أوي وبتدّي قوام كويس جدًا. لإن في كريمة لباني دلوقتي سعرها بقى over، ما بقتش حلوة خالص، لكن دي طعمها حلو وغني. هنا خلاص البشاميل تقِل معايا، هابدأ بقى إن أنا أجيب الصينية بتاعتي، الصينية اللي أنا كنت مشوّحة فيها الفراخ، خدت منها الفراخ وسِبتها بطعمها بسمنتها زي ما هي عشان تدّيني الطعم الحلو بتاع الفراخ، يكون لسه ريحتها في الصينية. هافرش جزء من المكرونة أو نُص المكرونة تقريبًا من تحت، وهابدأ إن أنا أضيف عليها حشوة الفراخ بتاعتي. أنا زوّدت شوية زيتون كده، كانوا عندي زيتون حلقات أخضر على الفراخ بتدّيها طعم حلو أوي. عندِك جبن زوّدي، لكن بلاش الطماطم، لإن بصراحة طعمها ما بيبقاش لطيف خالص، وهي أذواق طبعًا. عندِك شوية فلفل ألوان حابة تقطّعيهم تحطّيهم بتبقى حلوة أوي، بس كنتِ شوّحيهم بقى إيه، شوية مع الفراخ، لإن الفلفل الألوان تخين، فكنتِ دوّبيه إيه، شوية مع الفراخ. هنا أهي رصيت المكرونة بتاعتي، حطيت بقى عليها حبّة بشاميل عشان تبقى كلّها غرقانة في البشاميل، ويكون البشاميل وصل للطبقة اللي تحت. هانزّل عليها داير ما يدور كده شوية بشاميل حلوين، وهابدأ إن أنا أنزّل الفراخ بتاعتي، عشان أضمن إيه، إن كل مكروناية معايا في الصينية دايبة في البشاميل. إحنا طبعًا عندنا أول يوم أساسي معانا المكرونة البشاميل دي في رمضان، يعني ربنا يجيبه لنا بالخير، وما يبقاش في بيت في مصر حزين ولا في الوطن العربي، نبقى كلنا فرحانين، ويبقى أحلى رمضان عدّى علينا بخير وستر ورزق وسبحان الله، يعني هو فعلًا بييجي بخيره. والله يعني حتى لو ما بتضيق أوي قبل رمضان ونحس إن الدنيا غالية مش هنعرف نعمل حاجة، سبحان الله بييجي رمضان بنحس إن الدنيا مبروكة وفيها خير من حيث لا نحتسب يعني. هنا بقى نزلت بالفراخ، بعد كده هانزل بالمكرونة بتاعتي، بقية المكرونة بتاعتي وأرصها. طبعًا بقى الناس اللي بترص مكرونة صفوف، صفوف ورا بعض ما لهاش أي لازمة يا جماعة خالص، هي المكرونة بتتحط كده بشكل عشوائي، بس أهم حاجة أضمن إن الصينية كلها جاي عليها المكرونة، عشان ما يبقاش حتة مكشوفة أو حتة أعلى من حتة، أو حتة مفرّغة فالبشاميل ينزل تحت ما يبقاش على الوش بتاعي.
لو عندِك حبة قشطة بلدي كده زيادة يا سلام تحطيهم فوق الوش يبقى حاجة كده مِيّة، مِيّة، ما عندكيش يبقى زي الفل أوي على كده. طبعًا الكريمة اللباني قايمة بالواجب والزيادة. في ناس بتحط مرقة دجاج مع البشاميل، طبعًا برضه أذواق، ما فيش مشكلة خالص. هنا أنا حطيت بقى المكرونة خلاص رصيتها، وكده شكل الصينية تمام كلّها من كل حتّة فيها مكرونة ما فيش فراغات خالص. هابدأ بقى إن أنا أنزّل البشاميل بتاعي، طبعًا أنا إن أنا أنزّل بشاميل حبّة، حبّة ده أنا ما باحبوش، فتلاقوني قُمت جايبة الحلة دلوقتي وقُمت حاطاها كلّها على الصينية علشان أعرف أشتغل، لكن الحبّة، حبّة دول ما باعرفش أضبطها بصراحة. فأنا هاجيب بقى الحلة بتاعتي كده زي أي سِت مصرية أصيلة، تحطها كده بقى داير ما يدور، أوزّعها براحتي وأوزّعها بمزاجي، وأبقى ضامنة بقى البشاميل بتاعي راح فين وجه منين. تمام كده زي ما إحنا شايفين أغلّفها خالص من الوش خالص، ما شاء الله، الله أكبر، البشاميل كتير جدًا، دوّة كان كيلو حليب يا جماعة، كيلو حليب بلدي، عليه كوباية كريمة لباني، عليه بيضاية، عليه رشة ملح، تمام، ده غير طبعًا الزبدة اللي أنا مشوّحة فيها الدقيق اللي قُلنا 4 معالق دقيق على 4 معالق زبدة، تمام، هنا أهو باساويها كلّها علشان البشاميل يكون مغطي الوش كلّه، ما يبقاش حتّة فيها وحتّة ما فيهاش أو حتّة عالية وحتّة واطية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا الفرن بتاعي بقى يكون سخن دلوقتي، أكون أنا سخّنته بقى علشان أدخّل الصينية تاخد بقى الوش المحترم بتاعي. في ناس ما بتحبش الوش محمّر وفي ناس بتحبه محمّر، فأنتِ بقى موضوع الوش ده على حسب اللي أنتم حابينه. كيس مكرونة اللي هو النُص كيلو بياخد كيلو لبن، حابة تزوّدي تعملي الكيس الكيلو هياخد معاكِ 2 كيلو لبن، لو عايزة المكرونة تطلع مضبوطة وcreamy. ده كان شكل بقى صينية المكرونة بتاعتنا، حاجة تفرح كده اللهم بارك، كانت تحفة بصراحة. وأنا باعشق برضه البشاميل باللحمة، بس ولادي كانوا عايزين النهارده بشاميل بالفراخ، فعملتها لهم بالفراخ. بُصّوا ما شاء الله شكلها تحفة، تحفة، وكان طعمها كده من فوق crispy ومن جوّه creamy. أنا هاقطّعها لكم دلوقتي، بُصّوا هتلاقوها بقى من جوّه كده من كتر البشاميل غرقانة فيه، فما شاء الله بُصّوا كل مكرونية متغلفة بالبشاميل، ما فيش حتّة فيها وحتّة ما فيهاش، كانت بصراحة طعمها جميل جدًا وخفيفة جدًا وحلوة أوي، أوي. بُصّوا ما شاء الله طبقة البشاميل جميلة ومن فوق محمّرة ومن تحت كريمي وصباعي متعوّر وادعوا لي بالشفا، كانت جميلة أوي وشرّفتوني ونوّرتوني في قناتي مطبخ سمر، ويا رب دايمًا عند حُسن ظنكم، ويا رب دايمًا وجباتي تعجبكم. ودايمًا يا رب، يا رب في أحسن حال وتشجعوني كده دايمًا يا رب، نورتوني.